لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لەوانەی 986 لەوانەکانی تەفسیری قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان بەم بەستە ڕەزامەندی رب العالمین و هیوادارم ئەوەی ئازیز سوودی لێ وەربگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. بەڵێ خۆشەویستان رب العالمین دەفەرمی لە بۆ مشریکەکان نەهاتیە کەوا ماڵەکانی خوا ئاوەدان بکەنەوە لە کاتێکدا بە خۆیان شاهێدی لەسەر خۆیان دەن بە کوفر ئەوانە کردەوە چاکانیشیان بەتاڵ دەبیتەوە لای ئەڵڵا تەعالا هیچ قیمەتی نییە و مەسیر و چارەنووسیشیان ئاگرە هەتا تێدا دەمینێنەوە خوا پەنامەندا. وەکو لە تەفسیر محەرر دەڵێ مناسبەی ئەو ئاەتە لەگەڵ ئاەتەکان پێشووتر أنه تعالى بدأ السورة بذكر البراءة من الكفار. لسرتادا خوای گەورە سوورەتەکەی دەست پێ کرێ بۆی کەوا تەبەڕا دەکا لە کافرەکان و عهد و پەیمانیان وبالغ في إيجاب ذلك وذكر من أنواع فضائحهم وقبائحهم ما يوجب تلك البراءة. ئیتر ئەوجا باسی لەو شتانەش کرد ئەو فەزاحەت و ئەو قەباحەتانەیان هەیە لێی هەندێنە کە خوای گەورە تەبەڕایان لێ بکە. ثم إنه تعالى حكى عنهم شبها احتجوا بها في أن هذه البراءة غير جائزة. پاشان رب العالمين هەندێک شبهاتیان باز دەکا ئەوانەی بابنين كافر كان مشركان شبهي دينو ديكنا حجة لسروي كوال ندبا أو براءتين لبكري وأنه يجب أن تكون المخالطة والمناصرة حاصلة. كواتا أوان هنديك شبهي دينو مشركا كان ديكنا حجة كندبوايا أو براءتين لبكري بلكو يهندينا كوا لقليان تيكلاو بين مسلمانان وهروها يكتري سربخن. فأولها ما ذكروا في هذه الآية يتر يقل حجة كانيان كوا باسي كان لو آتدا يقل حجة كانيان كوا باسي كان كقوا مشركة كان جمالي خواء ودان دكن لبرسي براءتيان لبكري وذلك أنهم موصوفون بصفات حميدة وخصال مرضية وهي توجب مخالطتهم ومعاونتهم ومناصرتهم. كوا تقوا أوان صفات زواني شانتيدا گوایە مشریکەکان صفاتی جوانیشیان تێدا ئێهەندێ لەگەڵیان تێکەڵاو بی ئێهەندێکەوە یارمەتیشیان بدەیت. ومن جملة تلك الصفات كونهم عامرين للمسجد الحرام. یەک لە صفاتەکانیان باعتبار ئەوان ماڵی خوا ئاوەدان دەکەنەوە دەیکەواتە ئێهەندێنە بەڕائەتیان لێ نەکرێ بەڵکو مسلمانان لەگەڵیان تێکەڵ بن و هەروەها یارمەتیشیان بدەن. وأيضا لما حذرهم الله تعالى من اتخاذ وليجة من دونه وهو الآيات كيف يشوتر كاتك وخواي جور سبحانه وتعالى كاتك وإيمان داران آقادار دكاتو كوانا كري وليجة واتا بطانا واتا كساني كان دوستي خوان لغير الله تعالى ولغير إيمان لغير پیغمبر صلى الله عليه وسلم لغير إيمان داران نابي كسانيش كبكنا نزيش خويان ولايان لبويان هبي. شرع يبين أن الوليجة التي يتخذها بعضهم لا تصلح للعاطفة لا تصلح للمحافظة بما اتصفت به محاسن الإحسان ما لم توضع تلك المحاسن على الأساس الذي هو الإيمان المبين بدلائله. كواتا أجر هندق مسلمان ولايان لبو مشركة كان هي بحكم ويكجواي أوان
هەندێک صفاتی جوانیان هەیە لێ هەندێنە وەلیجیان لە بۆ هەیواتە وەلایان لە بۆیان هەبی خی گەور لێرە بە دیاری دێخی لەو چەند ئاەتە صفاتی جوانیش ئەگەر بێت لەسەر ئەساسی ئیمان بە خی گەورە سوبحانه وتعالى لەسەر عەقیدەی تەوحیددا نەمەزرێ ئەوە بە کەلک نایە. فقال سائقا له مساق جواب قائل قال إن فيه من أفعال الخير ما يدعو إلى الكف عنهم. كواتا أو آتانا خی گەورە سوبحانه وتعالى وەکو جوابێکە لە ئەو کەسێک کەوا دەڵێ مشریکەکان هەندێک صفاتی جوانیان هەیە کەوا هەندێ قتالیان لەگەڵ نەکرێ قتالیان لەگەڵ نەکرێ بەڵکوی ئەتیادێگەر ولاشت لە بۆیان هەبی لەو صفاتانە باعتبار عمارة المسجد الحرام وخدمته وتعظيمه بناکردنی مزگەوتی حرام و خزمەت و بە گەورەزانینی. جلوه إخوائي سبحانه وتعالى وآتان دفر ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. كواتا لبو مشركة كان نهاتية كوا أوان خويان بوكسان بزان كوا مسجد الحرام بنا دكنوا آودان دكنوا لكاتك داب خويان شاهدي بكفر خويان ددن. ما كان للمشركين وكل تفسير قاسمي دل أي ما صح لهم وما استقام. كواتا راست نية وتاك نية أوان وادعاء بكن. وكل تفسير سعد ما كان أي ما ينبغي ولا يليق لبويان نهاتي ولائق نية أوان خويان بوبزانا أن يعمروا وكل تفسير قاسم دل يعمر إما من العمارة التي حفظ البناء يعني لعمارة هاتي بويكوا وكو بناء كدروز ذكري وبارز قال سر ذكري أو من العمرة التي هي الزيارة يعني لعمري هاتي عمرج بمعنى زيارة أو من قول عمرت مكان كذا أي أقمت به يعني لوي هات بكوا بمعنى إقامته كواتا يعني بمعنى أن يعمر مساجد الله عماري حسي بنا كردني وتساك كردني يعني وتا بمعنى سردان كردني يعني بمعنى ما نوتيدا أو أنه بمعنى عمارته أن يعمر مساجد الله أي التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له أو مزقوتاني كوالا أصل أساسه وبناء كراية لسرناوي الله تعالى بتاكو تنيا أن يعمروا شيئا منها لبويا نهاتي أوان خوان بغبزان كوان تعميري مالي خوادكن فهو جميع مضاف في سياق النفي ويدخل فيه المسجد الحرام دخولا أولية كانت مساجد الله بجمعها وتهن مزقوتك لمزقوتك كان إخوة سبحانه وتعالى وبالتايبتيش مسجد الحرام لبروي مشركة كان كاتك ويكم كسن أوان باسيان ذكر لو آتانا لما كي بيروز بونو ادعاء ويان ذكر كقوا أوان مزقوتي حرام بنا دكنو ياخذ مزقوتي حرام أودان دكنوا. وقرئ مسجد الله كاتبوا قراءة شاتية ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله واتا بمفرد هاتية تصريحا بالمقصود وهو المسجد الحرام كوا زياتريش كمسجد الله ما بس إذا مسجد الحرام أشرف المساجد في الأرض كوا فعلا لروانجي الشرع أشرف مزقود لصروي زوي مسجد الحرام الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له كلي كم روجيرا لسر أساس بنا غي توحيد دروس كرايا كشي بناء كرب بفرمان إخوة سبحانه وتعالى أسسه خليل الرحمن ديار إبراهيم عليه الصلاة والسلام بفرمان إخوة يقول بناء كل سر بنا غي توحيد ولبويا كتاب فرستي أن يعمروا مساجد الله ما كان للمشركين يعمروا مساجد الله وكل تفسير سعدي ضلي بالعبادة والصلاة وغيرها من أنواع الطاعات كواتا لبويا نهاتي مشركة كان مزقوت كان الله تعالى آودان كان وبعبادة وبنويج بأنواع الطاعات والحال أنهم شاهدون ومقرون على أنفسهم بالكفر بشهادة حالهم وفطرهم كواتا لحالتك دا وأن بخويا شاهدي دنو اعتراف دا كان بخويا لسال كفرا بس بزمان حال يعني وهرب بفطرتشان وعلم كثير منهم أنهم على الكفر والباطل وزوريش لوانا نكهر بزمان حالي بفعليش دزانيتن كوا أوان لسر كفر ولسر باطل شاهدين على أنفسهم بالكفر وكل تفسير قاسمي دلي أي بحالهم وقالهم شاهدين لسر خوان بزمان حاليان وبقصي خوشيان
شاهدين على أنفسهم بالكفر هل تفسير سعد وعدم الإيمان لكاتك دا بخوان شاهدين لسر خوان دن بكفر بإيمان نهنان الذي هو شرط لقبول الأعمال كهمان دزانين كاسيك وكاري ساق كأجر بمبست أو بيخوالي قبول بك تبي لسر أساسي إيمان بالله أو كاري أنزام بدا كوا مرزا أجر بيخوالي قبول بك تبي بإيمانه بك چونکە لە کافران خوای گەورە قبول ناکا فكيف يزعمون أنهم عمار مساجد الله وەکو ئیدعا دەکەن کە ئەوان ماڵەکانی خوا سبحانه وتعالى بنا دەکەن و ئاودان دەکەنەوە والأصل منهم مفقود لە کاتێکدا ئەسڵەکە بناغەکە کەوا بریتە لە ئیمان بالله تێیان دانیە والأعمال منهم باطلة وكار كردوكانش كديكن ما دام إيماني تيدانية باطلة وجي ناقري ابن عاشور دلتن وشهادتهم على أنفسهم بالكفر شاهد دانيا لسرخوان بكفر حاصلة في كثير من أقوال وأعمالهم كاتك وبخوان شاهدي لسرخوان دم بكفر زور زارم بقسي خوشيان اعتراف بذكن وبكارو كردوكانشيان بحيث لا يستطيعون إنكار ذلك فالشيوي كوانات وانكاروا بكن كوان لسر كفرا مثل قولهم في التلبية كاتك وأوان تلبية ذك كمسلمان كو تلبية ذكا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك وقت التلبية إيمان داران أساس توحيدة والله ما كو تلبية ذكر نقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك والعياذ بالله يعني التلبية كشان ده نقول شريكة كتير كما بس بتوصلنا مكان والعياذ بالله وهروها أولا لا سكانيا كواشاهد لسر كفريان وهو لكارو كردوكانيا وكو سزد بردنيا لبوصنا مكان والطوافيا لدور صنا مكان ووضعهم إياها في جوف الكعبة وحولها وعلى سطحها وهو يقل كارو كفريا كانيا أو أبوكا أو بتوصنا مانيا لناو كعبي دانابو يعني لدور بري كعبي يعني لسرباني كعبي دانم كوانا هموي بلغي كفر مشركة كان قريشية أولئك حبطت أعمالهم وكل سعيد ضل أي بطلت وظلت كارو كردو كانيان باطلة كردو ساكانشان باطلة وقمرايا وكل محرر ضل أي أولئك المشركون قد بطلت أعمالهم أو مشركانا كارو كردو كانيان بطالة ومنها عمارة البيت الحرام بلا أجر بناشب كان أجر أوداني شبكنوا حل قبول ناكره فلا يؤجرون عليها في الآخرة بالتأكيد لأن قبول ناكره وباداش نادرين الآخرة بسبب شركهم بسبب أو شركي كوا هيتيان وفي النار هم خالدون وفي النار هم خالدون وهروها أوان لآقري جهنم حتى تدمينينوا وكو دفرمي لسورة الأنفاج دفرمي وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون كواتا لبرتسي خواهي قول سزايا ندى لكاتك دا أوان خالشي منع دكن لوي كوابين زيارة مسجد الحرام بكن وبهيج شويك أوان خاوني نين خاوني مسجد الحرام أواننا كوا متقين وموحدا لتفسير محرر ضلكاتك وخواهي قول دفنوا في النار هم خالدون فيه إيراد الجملة الإسمية وفي النار هم خالدون خواهي قول بشوي جملة اسمي هنا يتنوك فعلي للمبالغة في الدلالة على الخلود كواستشيل تسيل وردجيله كوافعلا هتا كواتوش هالدلالة لسر خلود معنوي زارتشي والظرف وفي النار متعلق بالخبر خالدون وفي النار هم خالدون خبركي هم خالدون كواتا أيج متعلقة بخبركي وقدم عليه كواتا وفي النار ببيش خالدون كي خستيا للاهتمام به ولمراعاة الفاصلة كواتا خواهي زو مصيرك يعني ببيش وفي النار هم خالدون أنا لا أجري جهنم حتى دمينينوا كواتا ببيش خسترا لبو جرنجي بيدان بو خبره وهروها لبو أويكوا مراعاة فاصلة آتكاندك وليحصل منه تعجيل المساءة للكفار إذا سمعوا وتاوكوكاتك وكسي كافر جولي دبي زوبا برجوي بكي مصيرك چندريا خالدا لچندري وفي النار هم
فيه هم خالدون لناو آقر هتا دمنين أخوة فنامان دا. وكل تفسير واحد دلت هذه الآية على أن الكافر ممنوع من عمارة مسجد من مساجد المسلمين. فتبال قيل سرويكوا كسي كافر شرعا لبوي نيكوا مزقوتك لمزقوتك كان مسلمان آودان بكاته ولو أوصى بها لم تقبل وصيته. أجر وصيت شكل بلا باش مردنم أو باري لمزقوت صرف بكان وصيتك قبول ناكره ويمنع عن دخول المساجد. وكسي كافر ممنوع على ويبستا مزقوتان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.